السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رؤية العقرب في المنام. العقارب في المنام من الرؤى المكروهة. تدل رؤية العقارب في الحلم على الأعداء من الأقارب أو الخصوم الذين يتميزون بالمكر والخداع. رؤية العقرب في الحلم بتدل على رفيق سيء الأخلاق لا يؤتمن، أو عدو خبيث الطباع وصاحب ضرر. قال ابن سيرين إن رؤية العقرب في المنام بتدل على رجل ذو أخلاق رديئة، وحلم العقرب بيرمز للغدر من الأقارب. وبتدل رؤية العقارب في المنام على الأموال وأحوالها. فقرصة العقرب في الحلم بترمز للخسارة في المنافسة أو الشراكة مع شخص غدار. قتل العقرب في الحلم بيدل على النجاة من الضرر والتمكن من شخص الدنيء. أما الشيخ النابلسي بيقول إن تفسير العقرب في المنام هو الهم والأنكاد التي تأتي من النميمة، كما بيدل العقرب في الحلم على عدو من الأقارب خبيث الطبع وسليط اللسان. أما العقارب في الحلم أعداء ضعاف لكنهم أصحاب ضرر. رؤية العقرب في البيت في المنام بيدل على الحاسدين وأصحاب الفتنة. كمان بنقول إن المعنى العام لرؤية العقرب في المنام إنه بيدل على العدو اللدود، وبيدل على الهم والغم. ربما دل العقرب في المنام على سوء الاختيار أو عمى البصيرة، ومن رأى أنه يمسك العقرب في الحلم دون ضرر فهو يعاشر أصدقاء السوء وعليه الحذر. العقرب في منام المرأة المتزوجة عموما بتدل على عدوات من الصديقات أو الجارات أو القريبات. والعقربة في الحلم امرأة شريرة خبيثة بتغوي الرجال وبتخرب البيوت. لدغة العقرب في الحلم للمرأة ضرر من قريبتها أو خبر يفجع قلبها ويصدمها. العقرب في حلم المتزوجة بيدل على رجل يتبع أخبارها ويريد بها شر، أو على الحاسدين من أهلها وأقاربها. رؤية العقارب في البيت في المنام للمتزوجة بترمز لقرب أعدائها منها. وإن رأت المرأة المتزوجة العقرب في الحمام أو المرحاض فذلك بيدل على السحر. أما رؤية العقارب في المطبخ بيدل على المكائد الخبيثة. ورؤية لدغة العقرب في المنام للمرأة بتدل على أذاها من النساء. وقد يدل حلم لدغة العقرب الأسود للمتزوجة على الضرر من السحر. أما رؤية الهروب من العقرب في الحلم للمتزوجة فبتدل على النجاة من الشر أو الخصومة. ورؤية العقرب في الثياب في منام المتزوجة بيدل على رجل يحاول إغوائها وعليها الحذر. أما رؤية العقرب على الفراش للمتزوجة بيدل على إن زوجها يأتي محرما أو يحاول جماعها بغير ما قضى الله به. طيب، قتل العقرب في منام المرأة المتزوجة بيدل على التخلص من عدو شرير أو النجاة من مكيدة. والدهس على عقرب في المنام بيرمز لإسكات الماكرين والمنافقين. أما من رأت إنها تمسك عقرب بيدها في الحلم فهي تخوض في أمر خطير. خروج العقرب من فم المرأة كلام فيه جرح وكلام فيه أذى. أما من رأت إنها تحولت إلى عقرب فهي تعلن كيدها وغيرتها. ومن رأت إن زوجها على هيئة عقرب فهو يأمرها بالمنكر. والله تعالى أعلى وأعلم. العقرب في الحلم للعزباء يدل على علاقة مزعجة تسبب لها الكثير من المتاعب. رؤية العقرب يدخل البيت في الحلم بيدل على خاطب خبيث سيء الطبع. كما بتدل العقارب في الحلم للبنت العزباء على الصديقات النمامات ومن ينقلن عنها الإشاعات وأخبار السوء. أما قرصة العقرب في الحلم للعزباء بيدل على التهديد والابتزاز من شخص دنيء. وإن رأت الفتاة العزباء العقرب يلدغها بقوة في الحلم فهي تتعرض لصدمة من أقرب الناس لها. والنجاة من العقرب في الرؤية بتدل على النجاة من الفتنة والحسد والنميمة. أما قتل العقرب في المنام للعزباء بيدل على نسيان أمر كان يسبب لها الألم. وربما دل حلم قتل العقرب على خروج الفتاة من علاقة سيئة. ورؤية العقارب الميتة في الحلم تدل على النجاة من كل شر. رؤية العقرب في فراش الفتاة العزباء بيعبر عن وجود شخص بيكن لها مشاعر سيئة وبيتكلم عنها أمام الناس بالسوء. أما إذا قتلت الفتاة العقرب فهذا بيعني الناس ستتخلص من المشاكل وتبتعد عن الأذى. أما العقرب في منام العزباء برضو دليل على ارتكابها الكثير من الأمور السيئة، خاصة إن كان في ملابسها. طيب، إذا كان العقرب في حقيبة الفتاة العزباء فيعني انها تنفق الكثير من الاموال في غير محلها. وقد يكون ظهور العقرب بمثابة تحذيرية لها. اما تفسير رؤية العقرب في منام الرجل، اذا رأى الرجل عقرب في قميصه او حنوته فانه عدو وهم في معيشته وكسبه. أما إذا رأى الرجل العقرب على فراشه فإنه عدو له من أهله. إذا رأى الرجل في بطن عقارب فهم أعداؤه
من عماله الذي يشتغلون معه في نفس العمل. طب إن خرجت من دبره فهم أعداؤه من أحفاده، أو عداوة تقع بينهم. طب إذا أكل الرجل عقرب ني اغتاب فاسقا، والعقرب يدل على رجل لا يعرف صديقه من عدوه، والعقرب عدو ضعيف. أما إذا رأى الرجل إنه قتل العقرب في منامه فبيدل على إنه يصفر بعدوه في الحقيقة. أما إذا رأى الرجل إن بيده عقرب يلدغ الناس به دل ذلك على أنه يغتاب الناس. رؤية العقرب في منام الحامل بيدل رؤية العقرب في حلم المرأة الحامل على التعب النفسي الكبير وكثرة الآلام التي تؤثر على الجنين. قتل العقرب في منام الحامل بيدل على اقتراب الوضع والحصول على جنين معافي من كل سوء. العقرب البني في المنام الحامل بيدل على مولود ذكر معافي من كل سوء. أما العقارب السوداء في المنام للمتزوجة والحامل بيدل على مشاكل كبيرة تتعرض لها، وبتشير إلى كثرة الحاسدين والأعداء المحيطين بها وعليها توخي الحظ. رؤية العقرب في منام المرأة المطلقة. إذا رأت المرأة المطلقة في المنام إن العقرب يريد إيذائها فبيدل ذلك على الكثير من المشاكل التي ستقع فيها، ولكنها ستتخلص منها على الفور. رؤية العقرب يموت في منام المطلقة دليل على الكثير من الأمور السارة والسعيدة التي ستنعم بها المرأة المطلقة في حياتها إن شاء الله. دي كانت حلقتنا النهاردة، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.